أؤمر، قال بدك يعني ضروري خير. انت بتعرف انه كل رجال الحارة عم تسأل عليك؟ هسه صاروا يسألوا علي؟ وليش إن شاء الله بيسألوا علي؟ غيابك عن الحارة حسسهم انه في شي ناقصهم. انسى الموضوع يا زلمة، عايش برات الحارة ومبسوط لحالي أحلالي عمي. بدنا اياك بكل صغيرة وكبيرة تكون معنا. حبيبي والله، بس أنا بدي أضل برا. ما رح نسمح لك تضلك برات الحارة. أنا بدي أضل برا. بدي اياك ترجع على الحارة تسكن فيها وغصبا عنك. ها؟ يا زلمة شكلك ما بتسمع، قلت لك على الحارة مش راجع، أنا ناقصني وجع راس. لآخر مرة عم قل لك. لو ظلك تحكي من هسه لبكرة الصبح على الحارة مش راجع. معناتها فوتي على الحارة ما عدلك. كيف الطريقة يا حج؟ أنا صح ما بدي أرجع أسكن بالحارة، بس يمكن بأي وقت أفوت أشتري منها. إذا قال لك فعلك شي مرة أنك تفوت على الحارة ما رح تطلع منها إلا معلق على بابها. ومين إن شاء الله اللي بدي يعلقني على بابها؟ أبو شهاب. صلاة النبي عنك وعنه، وين بدي يعلقني؟ على فتحة الباب اليمين ولا على فتحة الباب اليسار؟ ما بعرف. طيب بس تعرف ناديني، أنا بدي أروح، بدك مني إشي لأني كثير مرعوب منك بصراحة. سلامتك الله معك. يلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.